العدالة، وإنما وقع إيثار مدينة الحامة بسبب أن الرنوشي منها، بينما هذا كذب صريح، لأن الإحصائيات تكشف أنه من بين 504 مقاعد اللي هي وزعت في المركب الكيميائي كان نصيب الحامة 18% منها، بينما هي تمثل ثلث سكان المنطقة. معنى ذلك أن هناك افتراء وكذب لنشر إشاعات في البلاد، كالإشاعة التي قالت بأنه لطفي لقب رحمه الله تم قتله بتخطيط من الترويكا. نشر الأكاذيب هذا ليس أخلاقيا ولا يعمل لصالح التحول الديمقراطي، وإنما يعمل لصالح عودة النظام المخلوع. نعم، est-ce que c'est